سهر شطبت على المحل. على المحل هو الفيزا بس، انت شطبت خدي دي. وعلى فكره لسه في تاني اصلا بس انا مش هجيب. لا والنبي. هو انت بتجيبي عشا للفرخ؟ انت بتجيبي عشا للفرخ؟ بجيب له خزين السنه. انت ده عشا للفار وولاد الفار. يا حول الله يا رب. حرام عليك والله، بدي والفار عليا. والله لسه ما جبتش بامبرز ولسه ما جبتش بطاطس. لا حول الله. بس يلا بقى. بسم الله. ولسه اللحمه. لسه اللحمه. يلا الحمد لله قدر الله ما شاء الله. بتعشي الفار. والله ده حاجات كلها يعني بتاعت طلبات البيت يا محمود، هناكلها كلها في يوم واحد. يعني مش طلبات النهارده، طلبات سنه صح؟ الحمد لله. ايه ساعه ساعانه؟ والله بجد. الجو اقول لك على فكره جامده. شغلي التكييف على السخن واقعدي في العربيه، اول ما تشوفي الفار اعكشيه. على اساس ان انا الحرس بتاع الفار يعني. ولو مسكتيه يا ستي اجيب لك خاتم دهب. لا انا مش عايزه امسكه. طب لو صورتيه وهو بيخرج من العربيه هجيب لك خاتم دهب. على اساس ان انا قاعده جنبه يعني. عايز اتاكد انه خرج من العربيه. ان شاء الله. يا مسهل الحال يا رب. يا مسهل الحال. لا اله الا الله. هنجيب اللحمه من الراجل اللي احنا بنجيب منه ده صح؟ ان شاء الله. ماشي. هيلا هيلا يلا يا عفروتو والفار. لا ما تقولش يا عفروتو بقى، قول لي هلا هلا يلا يا فار. ايوه ولا جاي اطحن؟ روح انت وخلاص. لا تعالي معايا عشان تطحن. لا روح انت عشان اسحب. سعانة؟ انت كسلان. السلام عليكم. ازيك يا باشا عامل ايه؟ سلام طيب. عايزين اللحمة الحلوة اللي بناخدها بقى. بس لحمة للطبيخ بقى، هات لي كيلو. عامل كام الكيلو من العرق ده؟ كام؟ قال لا؟ انت مش قلتي مش هنزل؟ لا بس لازم انزل. ما ينفعش ما نجيش، لازم نيجي. لازم نحط التاتش بتاعنا، والله قايله لي مش هنزل سقعان. ايه رايك لو جبنا سجق من هنا انت بتحبيه ليوم تاني؟ بس خليه يبقى طازه. طاسه؟ ماشي. جايب لحمه قد كيلو. ايه؟ ماشي. ايه ازود؟ خليها كيلو ونص. ماشي. الحاجات دي احنا بنحب ناكلها من هنا طازه على طول. ماشي يا حاج. اكلك طازه. اللي انت عايزاه يا حاج. اللي انت. ايوه طبعا. هي عايزه ورق عنب. الله ينور عليك يا كبير. ايه الحلاوه دي؟ يا جماعه احنا ما بناكلش اللحمه غير من الراجل المحترم ده. حاجه بصوا بقى، ما بقولوش انا عايز ايه، هو بيظبط الكلام. بقول لك يا دودو يا دودو، بقول لك يا دودو، الفار يا دودو كال العربيه يا دودو يا دودو، الفار يا دودو كال العربيه، عربيه. نعمل ايه يا اسطى بالفار ده يا اسطى؟ تبقى كارثه بقى لو تعمل حاجه الصبح. يا اسطى ادم، ما تروح تضرب لنا الفار اللي كان العربيه. كتبت بالونش يا حاج صح. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يستر على الباقي. الحمد لله انها بتيجي على قد كده. مش عارفين بقى، مش عارفين تاني ايه هيحصل. فجأة كده العجلة حالفة ما تتحرك بعد ما خبطنا في الرصيف. ده السبب. يا ابني السبب؟ والله ما في حاجه. الحمد لله. طبعا يا جماعة نحمد الله ونشكر فضله، العربية بقت على الونش اهو. يعني مش عارف العربية دي فيها ايه. اكتشفنا النهارده تاني ان في فار برضو في المكان، لان بعد ما نضفنا العربيه في لسه بواقي تقطيع جوه. فربنا يسهل بقى، دعواتكم.